السلام عليكم ورحمة الله. هلو everyone، معاكم مستر عمر حمدي تيتشر اوف انجلش، وبنكمل الانجلش سمر كورس الخاص بالمرحلة الإعدادية. في الفيديو اللي فات بدأنا بالديالوج المحادثة، وقلنا إن الفيديوز اللي جاية هنبدأ نطبق عليها ونحل على المحادثة لكل مرحلة مختلفة. هنبدأ بالصف الأول الإعدادي بريب 1. في الفيديو اللي فات قلت لك في نوتس او ملاحظات مهمه لازم تعملها قبل ما تبدا تحل الديالوج. اولا لازم تقرا العنوان الخاص بتاع الديالوج، التايتل اللي موجود فوق، لان غالبا ممكن تلاقي فيه اجابه او بيفهمك الديالوج بتتكلم عن ايه. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم نقرا الديالوج كامله قبل ما نحل، فده اللي احنا هنعمله دلوقتي. السؤال بيقول لك اهو complete the following dialogue، اكمل المحادثه التاليه. العنوان بيقول لي جنات is explaining to نادية how to use mind maps. جنات explaining بتشرح لنادية ازاي تستخدم المايند مابس او الخرائط الذهنيه. تعالى نقراها قبل ما نحلها. نادية what is this، جنات ردت عليها قالت لها it's a mind نقط. نادية قالت لها is the mind map، ردت قالت لها it's a visual tool. سالتها قالت لها do you use it، بتستخدميها؟ قالت لها because it helps me improve my writing skill. نادية سالتها تاني قالت لها how do you نقط it in writing، قالت لها I write all my ideas before writing in it to organize them. يبقى نادية وجنات بيتكلموا عن حاجة اسمها المايند مابس، كلمة عليك في المنهج، اللي هي الخرائط الذهنية. فلما نيجي نحل هنا what is this، جنات ايه دوت؟ قالت لها it's a mind نقط. الإجابة عندك موجودة اهي في العنوان. الإجابة موجودة في العنوان قدامي، اللي هي كلمة ايه؟ اللي هي كلمة مايند ماب. اوكي، ف it's a mind ايه؟ مايند ماب. يبقى نمبر 1 سهله قوي لان هي موجوده اصلا في التايتل بتاع الدايلوج. نمبر 2 سالتها، وانا عرفت ان ده سؤال من الايه؟ من الكويستشن مارك، حته مهمه قوي. لازم تكون عارف ان اللي قدامك دوت انت بتجاوب ولا بتسال. لو بتجاوب غالبا الاجابه بتبقى موجوده في الدايلوج، لو بتسال انت بتسال من عندك من دماغك. ففي السؤال هنا احنا عرفنا ازاي نكون سؤال. اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، والفعل بتاعي. فهو هنا عايز اداه استفهام لان الاجابه عندي مش بيس ولا بنو. فلما تيجي تسال هنا قالت لها دي بتكون فيجوال تول. ايه اداه الاستفهام المناسبه؟ ماذا تكون المايند ماب؟ بتكون ايه؟ فما او ماذا اللي هي معناها ايه؟ اللي هي معناها وات. يبقى وات از ذا مايند ماب. ردت قالت لي اتس ا فيجوال تول. نمبر 3 برضو عايز كويستشن وورد، اداه استفهام. عرفت منين؟ بصيت للاجابه ما لقيتش فيه ولا يس ولا نو عشان ابدا بهيلبنج فيرب بفعل مساعد. فالاجابه بتاعتي بيكاز. علشان الحصه اللي فاتت يا معلم انا قلت لك ان اول لما تلاقي الاجابه عندك بيكاز من غير ما تفكر اسال بواي على طول، خدت درجه. بتيجي كتير وسهله. اول لما الاقي بيكاز قدامي كده انا سالت قلت له واي، مش محتاجه حاجه، سهله جدا. اللي بعدها how do you it in writing، ازاي انت بتستخدميها في الرايتنج. بص، اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فاضل عندي الفعل. هات الفعل المناسب يا اما من الاجابه يا اما من دماغك. فانا هنا من دماغي فهمت ان هي بتقول لها انت بتستخدميها ازاي، كيف انت تستخدميها. فالفعل المساعد عندي فالفعل الاساسي عندي في الجمله ديت هي ايه؟ هي يوز. يبقى how do you use it in writing. وبكده يبقى السؤال دوت خلص وسهل قوي. تعال نحل واحده كمان. تاني اهو complete the following dialogue. بادئ بالعنوان أميرة is asking آية about technology habits. قبل ما ابدا عايزك تكون عارف معنى كلمه habits. معناها ايه؟ معناها عادات. تكنولوجي طبعا اللي هي التكنولوجي. فقالت لها اميره بتقول لها what device، ايه الديفايس؟ ديفايس اللي هو الجهاز. do you use most at school، ايه الجهاز اللي انت بتستخدميه اكتر في المدرسه؟ ردت قالت لها I use my، وسايبك انت تجاوب. هنكمل. سالتها باداه استفهام لان الفعل المساعد اهو do you use it، بتستخدميها. ردت عليها آية قالت لها أثناء during and after class to do school projects، عشان أعمل المشاريع اللي بتطلب مني في السكول. طيب do you use it to do your homework، بتستخدميها في الهومورك. ردت عليها في الآخر قالت لها I think it's a very useful device. يلا نحل وسهلة قوي. تاني I use my حاجة what. تاني السؤال اللي سألته لها what device do you use most at school. device قلت لك يعني جهاز. دي مهمة قوي كلمة device ديت عشان أبدأ أجاوب. لو بصيت احنا قرينا الدايلوج كلها ما لقيناش فيه ولا اجابه، ما لقيناش فيه ولا ديفايس هي بتستخدمه. هنا تبدا تقول اي حاجه من اللي انت درستها في المنهج هتبقى صح. عندك في المنهج ايه مثلا؟ عندك التابلت، عندك لابتوب، عندك الفون. كل ديت اجابات ممكن تكون صح. فانا هختار مثلا ايه؟ اقول لك اهو I use my tablet.
ده لانه مش مديني اجابه في الديالوج، انما لو هو مديني اجابه طبعا انا هجيبها واكتبها هنا. السؤال الثاني عايز ايه؟ عايز اداه استفهام. احنا فهمنا بقى لان فيها اهو علامه استفهام، عندك اهو الكويستشن مارك، يبقى هو عايز كويستشن، سؤال اجابته مش بيس ونو، يبقى هو عايزه بادئ باداه استفهام. هات اداه استفهام صح. انت بتستخدميه، ردت قالت لها during يعني اثناء and after class وبعد الحصه، يبقى متى انت بتستخدميه امتى؟ من حفظك لادوات الاستفهام تكون عارف ان متى معناها ايه؟ معناها when. يبقى when do you use it؟ ردت قالت لها during and after class to do school ايه؟ project. اوكي؟ طيب السؤال اللي جاي ده انت عارف ازاي تجاوب عنه؟ بادئ بدو، وقلت لك دو اي فعل مساعد في الاول معناه ايه؟ معناه هل. هنرد عليه يا اما بيس يا اما بنو، وهنا انا لازم ارد بيس. طب ليه؟ لما بصيت لقيت بتقول لها اي دو، ما قالتش دونت. اوكي؟ لو قالت دونت كنت قلت كان لازم تقول نو، انما عشان قالت لها اي دو يبقى انت لازم ترد تقول لها ايه؟ يس اي دو. في الاخر اميره بتقول لها I think it's a very useful device. اعتقد ان ديت اداه very useful جدا، مفيده جدا. ردت قالت لها I space with you. التعبير ده مهم قوي، انا اتفق معاك. لما حد بيقول رايه وانت متفق معاه تقول له I agree with you. the verb agree معناه يتفق. اعرفها واحفظها عشان مهمه. I agree with you يعني انا متفق معاك. سهله قوي. تعال نقلب على الديالوج اللي بعدها. two friends اتنين اصدقاء are talking بيتكلموا about school، بيتكلموا عن السكول اللي هي المدرسه. نورا بتكلم همس بتقول لها can I ask you some questions؟ ممكن اسالك بعض الاسئله. ردت عليها نقط of course. how often نقط you go to school؟ همس قالت لها I go to school 5 times a week، 5 مرات في الاسبوع. طيب do you use digital space at your school؟ ردت قالت لها yes we use. ايوه احنا بنستخدم السمارت بورد. طيب نورا قالت لها thank you very much، ردت قالت لها you are نقط. دايلوج دي سهله قوي. تاني سؤال يا جماعه بادئ اهو بكان، كان ده فعل مساعد اللي هو معناه هل، فانا اكيد برد يا اما بيس يا اما بنو. هختار مين فيهم؟ ده بيقول لي اوف كورس يعني بالطبع، يبقى انا اكيد قلت له ايه؟ اكيد قلت له يس. فالسؤال الاولاني ارد اقول لها ايه؟ يس اوف كورس. حد بيقول لي ممكن اسالك شويه اسئله، اقول له يس اوف كورس، اكيد بالتاكيد. فالسؤال الكويستشن نمبر 2 الثاني هاو اوفن اداه استفهام مهمه، المفروض انت حافظها خلاص. معناها ايه؟ معناها كم مره. هاو اوفن نقط يو جو تو سكول. تفتكر ايه اللي ناقص هنا؟ اداه استفهام. هنا في الفعل المساعد هو اللي ناقص، صح؟ لان اداه استفهام فعل مساعد فاعل وادي الفعل، دول الاربع اركان بتوع السؤال بتاعي. هاو اوفن يو جو تو سكول. اجيب ازاي الفعل المساعد؟ قلت لك هتبص على الاجابه هتلاقي عندك الفعل الاساسي مصدر انفينيتيف ما فيهوش اضافه تبقى دو، هتلاقيه في اس او اي اس او اي اس تبقى داز، هتلاقيه في الباست في الماضي اخره دي او اي دي او اي اي دي او went كان جو ديت جايه فعل غير منتظم went تبقى did. فانا لقيت الفعل بتاعي الاساسي infinitive مصدر، يبقى هنا how often ايه؟ how often do you go to school. question number 3 do you use digital نقط. دي انت حافظها على بعضها او ان شاء الله تحفظها على بعضها، اللي هي ايه؟ اسم اليونت اصلا digital device، الاجهزه الرقميه زي اللابتوب والتابلت والفون وهكذا. do you use digital ايه؟ digital devices at your school. بتستخدمي الاجهزه الرقميه؟ ردت قالت لها yes. احنا بنستخدم السمارت ايه؟ السمارت بوردز. حد بيقول لي thank you very much ارد اقول له you are welcome. thank you شكرا اقول له العفو. العفو ديت معناها ايه؟ you are welcome. ده برضه expression او تعبير انت بتحفظه على بعضه. thank you you are welcome. اللي بعدها complete the following dialogue. عمر بيسأل تامر about his favorite scientist اللي هو ايه؟ اللي هو العالم. فعمر قال له ايه؟ who is your favorite scientist؟ مين العالم المفضل لديك؟ قال له I admire يعني بحترم او بقدر دكتور احمد زويل. سأله سؤال did he win؟ قال له he the Nobel Prize جائزة نوبل. طيب what did he study؟ درس ايه؟ قال له he physics and chemistry اللي هي الكيمياء. طيب did he study؟ قال له at Alexandria University and then in the USA. تعالى يلا نبدأ نحل. السؤال الأولاني عمر بيسأله بيقول له did he win؟ win يعني يفوز. طبعا في السؤال هنا هي ايه؟ فاز، كسب.
يبقى ماذا هو كسب؟ هو كسب ايه؟ ما او ماذا؟ لان انا طبعا فهمت بقى انا عايز هنا ايه، انا عايز هنا question word، انا عايز هنا اداه استفهام، لان ده question سؤال. فساله قال له ايه؟ what did he win؟ هو كسب ايه؟ احنا اتعلمنا كمان في الفيديو اللي فات ازاي نرد، ازاي ان انا ارد بان انا ببدا بالسبجكت الفاعل، بعد كده ايه؟ بعد كده الفعل الاساسي. فالمفروض اقول هو كسب. فخلي بالك ان الفيرب وين يفوز ليه ماضي غير منتظم won، يبقى he won ده هو فاز بالايه؟ بالنوبل برايز. طيب what ما او ماذا did he study؟ ماذا هو درس؟ study يعني يذاكر او يدرس. what did he study؟ هرد برضه اقول له هو درس. يبقى انا هنا عايز الفيرب، عايز المين فيرب الفعل الاساسي اللي هو study. يبقى he study، لو كتبتها study بس غلط. ليه؟ لان انا طول ما انا بسال بديد انا بكلمك في الباست، بكلمك في الماضي. فالمفروض هي ايه؟ المفروض he studied، ده الماضي من study، بشيل الواي واحط اي اي دي. he studied physics and chemistry. سؤال تاني عايز الكويستشن وورد او عايز اداه الاستفهام. did he study؟ هو درس. راح رد قال لي at Alexandria University في جامعه الاسكندريه and then in the USA، وبعد كده في ايه؟ في امريكا. يبقى اين هو درس؟ انا برضو عايز question word اداه استفهام اللي هي اين، اللي معناها where. يبقى where did he study؟ جماعه الموضوع سهل جدا، بس قلت لك لازم ترجع تتفرج على الفيديو بتاع الديالوج، ازاي ان احنا نميك الكويستشن، نعمل السؤال، وازاي ان احنا نانسر عليه، ازاي ان احنا نجاوب على السؤال. تعالى الديالوج اللي بعدها اهو. عمر had a problem، عنده مشكله to choose between the science team and the art team. عنده مشكله ان هو يختار ما بين الساينس تيم فرقه الساينس والارت تيم او فرقه الايه؟ الفن. مريم بتسال عمر بتقول له did you have a problem before؟ كان عندك مشكله قبل كده؟ قال لها yes I، وسكت. I once had a problem with my friend. was it؟ رد عمر قال لها we had to choose between the science team and the art team. مريم سالته قالت له نقط helped you solve it؟ قال لها our teacher helped us by asking what we liked more. طيب what did you choose in the end؟ قال لها we the science team because we love learning new things. يلا نبدأ نحل. Did you have a problem before؟ قابلتك مشكلة قبل كده؟ Yes I. اتفقنا زي ما بنسأل زي ما بنجاوب. مريم سوري سألت بإيه؟ سألت بديد. يبقى عمر هيرد يقول لها yes I إيه؟ yes I did، ويبدأ يكمل كلامه. فالسؤال الأولاني سهل قوي. هنا أنا عايز سؤال يعني انا عايز question word، عايز اداه استفهام. was it؟ قال لها we had to choose مش عارف ايه. يبقى ايه كانت هي؟ ايه كانت المشكله اللي قابلتك؟ ماذا كانت المشكله؟ يبقى ما او ماذا اللي هي معناها ايه؟ اللي هي معناها what. يبقى what was it؟ we had to choose، وراح رد عليها وقال لها المشكله اللي قابلته. فمريم سالته helped you solve it، برضه انا هنا عايز اداه استفهام. وخلي بالك ان عمر رد قال لها our teacher، المعلم بتاعنا. انا بسال على عاقل، يبقى مين اللي ساعدكم؟ مين اللي ساعدكم تحلوا المشكله؟ فمن اداه الاستفهام اللي معناها ايه؟ اللي معناها who helped you solve it. رد عمر قال لها our teacher helped us by asking what we liked more. طيب what did you choose؟ اداه استفهام فعل مساعد فاعل، وده المين فيرب الفعل الاساسي. انتوا اخترتوا ايه؟ رد قال لها احنا اخترنا. يبقى انا عايز الفيرب فعل. لو انت مش عارف معنى يختار هو موجود قدامك في السؤال فوق اهو، لانها قايل لك اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل، فالفعل بتاعي هو ايه؟ هو تشوز. يبقى وي تشوز. ليه يا مستر تشوز؟ لان انا قلت لك سائل بديد، محادثه كلها in the past في الماضي، والماضي من تشوز تشوز. ماشي؟ الديالوج اللي بعدها complete the following dialogue. زياد and ادهم are talking about their dream jobs، بيتكلموا على وظائف اللي بيحلموا بيها. ف what is your dream job؟ قال له I want to be a، انا عايز اكون ايه؟ نقط لسه مش عارف. لو عينيك جابت الكويستشن اللي تحته هتلاقيه بيقول له اهو do you want to be a doctor؟ هو اكيد فوق قال له I want to be a ايه؟ انا عايز اكون ايه؟ I want to be a doctor. وهنا الاجابه موجوده في الديالوج في السؤال اللي تحتها على طول. فهو بيقول له ليه عايز تكون دكتور؟ فانا عرفت منين ليه؟ طبعا الاجابه بيكاز اهو قدامك، لسه قايلين اول لما عينيا تشوف بيكاز في الاجابه انا بسال بمين؟ انا بسال بواي اللي هي معناها لماذا. Why do you want to be a doctor بقى؟ ليه انت عايز تبقى دكتور؟ رد قال له because I love helping people. What about you؟ طب وانت؟ طبعا دي مهمه واحنا قلناها في الفيديو بتاع
الكويست بتاع الديالوجز how to make a question ازاي تعمل سؤال. فوات اباوت يو ماذا عنك؟ طب وانت؟ رد قال له ماي حلمي انا is to be an artist لان هم بيتكلموا على الدريم جوبز. اوكي هم بيتكلموا عن الدريم جوبز او الوظائف اللي بيحلموا بيها. فاكيد هنا بيقول له ايه؟ ماي دريم is to be an artist حلمي ان انا اكون artist او اكون فنان. ادهم بيقول له I think this is profession او I think this profession. كلمه profession يعني وظيفه. الوظيفه ديت matches your talent بتتوافق مع التالنت او مع موهبتك. I saw your painting انا شفت الرسمه بتاعتك. قال له thank you should. خلي بالك ده سؤال، احنا هنا بنعمل سؤال بادئ بفعل مساعد. فعل مساعد فاعل فعل تمام. فشود انا انضم للارت وورك. طبعا شود اي، فهنا انا عايز السبجكت اي الفاعل انا لان هو بي asking for advice هو بيطلب منه الايه؟ النصيحه. should I join هل يجب ان انا انضم للارت ورك شوب لورشه الفن وهكذا. فالديالوج